جريمة ما حدش سمع عنها. أمريكا في السبعينات عقّمت آلاف الستات من السكان الأصليين اللي هم الهنود الحُمر، والكلام ده حصل غصبٍ عنهم من غير ما يشرحوا لهم ولا يستأذنوهم ولا حتى يعرّفوهم إن هم مش هيخلّفوا تاني. الستات كانوا بيروحوا المستشفى يكشفوا على حاجة بسيطة، يخرجوا بعدها عاملين عملية يا إما شيل الرحم أو ربط المبايض، والكلام ده كان بيحصل من غير ما يستأذنوهم، وساعات كانوا بيمضّوهم على الموافقة بالعافية، وكانوا بيقولوا لهم إن هي عملية صغيرة علشان صحتكم. ده حتى في ناس ما عرفوش إن هم اتعقّموا إلا بعد سنين، لمّا حاولوا يخلّفوا ما عرفوش. الدكاترة عملوا الجريمة دي بإذن من وزارة الصحة وكانوا من البيض، وفي نفس الوقت وزارة الصحة كانت بتوزع منشورات بتقول إن كتر الأطفال بيسبب الفقر ونقص الموارد. اللي حصل كان خطة خفية لتقليل أي عدد غير البيض، ومن ضمن الخطة دي السكان الأصليين اللي هم الهنود الحمر والستات السود والفقراء وأصحاب الإعاقات. وفعلا معدل الولادة من سنة 70 لسنة 80 انخفض ل 55%. حتى بعد العمليات التعب والمضاعفات والعلاج كله كان على حساب الستات. الدولة دفعت ثمن التعقيم لكن العلاج قالت مش شغلنا، وبالفعل في ستات كتير ماتوا والباقي فضلوا خايفين وساكتين لأن في ثقافتهم الأمومة هي الكرامة، واللي ما بتخلفش بتبقى منبوذة وعار وتعتبر ست مش كاملة. أمريكا ما اعتذرتش ومحدش اتحاسب، وكأن جريمتهم الوحيدة إنهم ستات لونهم مش أبيض.